عارف إن في قرية في مصر مهجورة من زمان ما فيهاش ولا ساكن ولا صوت، بيوتها فاضية والزمن واقف عندها، لكن من فترة رجعت تفتح أبوابها من جديد، بقت مكان بيشد كل عاشق للمغامرة. الناس بقت بتيجي تزورها من كل مكان في العالم. يلا بينا نعرف الحكاية من أولها. لو في يوم حبيت تعمل رحلة مختلفة وتدخل قلب الصحراء الشرقية، هتلاقي نفسك ماشي في طريق طويل ملوش آخر. فجأة قدامك يبان مكان غريب، شكله كده مش زي باقي القرى، بيوت واقفة لوحدها، شبابيك مفتوحة من غير ستاير، أصوات غايبة، صمت يخليك تحس إن الزمن واقف هنا من سنين. المكان ده اسم الحويطات. الغريب إن القرية دي من زمان ما كانتش أصلا مجرد نقطة صغيرة في الخريطة، بالعكس دي كانت عاملة كده زي خلية نحل. الناس رايحة جاية، العمال في المناجم، العيال في المدارس، الستات بتجهز الأكل، الشوارع مليانة ضحك وحياة. السر كان في الفوسفات. الحويطات اتعرفت وقتها باسم قلعة الفوسفات. المناجم اللي كانت شغالة ليل نهار من غير راحة، المكان صوته بيرن الجبال، العمال كل يوم ينزلوا الجبال والعرق مغرقهم من كتر الشغل. ومع ان التعب كان شديد، بس في الاخر كان في احساس بالرضا، لان اللي بيطلعوه من جوه الارض كان ليه قيمة كبيرة، كان بيرجع بالخير على البلد كلها. الحياة ما كانتش واقفة عند الشغل بس، القرية كانت متكاملة، فيها مدرسة كبيرة لاولاد العمال، فيها وحدة صحية، فيها مركز شباب بيتجمعوا فيه وبيعملوا أنشطة، حتى مسرح صغير كانوا بيعملوا عليه حفلات وعروض. الحويطات ما كانتش مجرد منجم، كان مجتمع كده كامل عايش وسط الصحراء. زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. من حوالي 20 سنة اتخذ قرار صعب ان هم هيصفوا شركة الفوسفات، ومع القرار ده المناجم سكتت، العمال مشيوا، البيوت اللي كانت مليانة حياة اتفضت، القرية اللي كانت عمرانة اتحولت فجأة لمكان مهجور والشبابيك مكسورة. دلوقتي لو حد زار الحويطات هيلمس بنفسه قد ايه المكان اتغير، الصمت مالي كل حتة كأنك ماشي في فيلم قديم. بس الغريب ان رغم ان القرية اتقفلت كحياة، رجعت تفتح ابوابها بشكل تاني، وده من خلال السياحة. اللي بيحبوا المغامرة بقوا بيقصدوا القرية دي مخصوص، بيجوا يشوفوا المباني القديمة، يتمشوا بين الشوارع اللي سابتها الناس، يتخيلوا أصوات العمال، يعيشوا لحظة كده من الماضي ما تتعوضش. منهم اللي بيجي وقت الغروب يقعد يتفرج في الشمس، السما وهي بتلمع بالنجوم، يحس ان المكان كده بيرجع يتنفس من جديد. في ناس لسه عندها امل، بيقولوا ان المكان يستاهل يتحول لمتحف مفتوح يوثق تاريخ صناعة الفوسفات، او يبقى مزار سياحي رسمي. وده مش بعيد، لان في بلاد كتيرة عملت كده ونجحت الفكرة كلها، ان الحويطات مش لازم تفضل كده، ممكن تتحول لحاجة تبهر العالم. الاجمل بقى ان ولاد القرية اللي كبروا بره ما نسيوش الاصل بتاعهم، بالعكس كتير منهم بقوا بيشتغلوا في مجال السياحة، ولما بيجوا مع مجموعات سياح بيحكوا لهم عن حياة اهاليهم، الشغل الشاق اللي كان بيطلع بقى من الجبال، وعن الضحك اللي كان مالي الشوارع. بيحكوا عن قرية كانت مليانة امل رغم ان دلوقتي ما بقتش غير ذكرى. والسؤال اللي يفضل يدور في دماغ اي حد يزور الحويطات، يا ترى القرية دي هتفضل مجرد حكاية من الماضي، ولا ممكن في يوم من الايام ترجع لها الروح من جديد؟